السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين في قناة الدكتور مع الدكتور خليفة مختار خليفة أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. النهاردة حبيت أديكم معلومة سريعة. دلوقتي معظم المرضى اللي واخدين علاج فيروس سي أثناء الفترة الماضية لما يجوا يعملوا تحاليل، يعني لما أجي أطمئن على نفسي وأعمل تحليل فيروس سي عشان أشوف لسه في حاجة عندي ولا لأ، المفروض ما نعملش تحليل الاجسام المضاده تاني خالص، لان الاجسام المضاده ده دايما بيطلع ايجابي. بنلاقي ناس واخدين علاج ويقول لك احنا خدنا العلاج والتحليل لسه ايجابي. الاجسام المضاده ده بيطلع ايجابي باستمرار، انما لما نيجي بنعمل التحليل الكمي اللي هو البي سي ار. البي سي ار هو اللي بيبين لينا اذا كان لسه في حاجه ولا ما عادش فيه. تاني حاجة، معظم أهالينا اللي خدوا علاج فيروس سي وبيطنشوا بعد كده المتابعة، لازم يكون في متابعة باستمرار. على الأقل كل سنة بيعمل لنا تحليل بي سي ار جديد، لأنه ممكن يتعرض لعدوى جديدة. وتاني حاجة، لازم كل 6 شهور يعمل لنا تحليل وظائف كبد كاملة، يعمل تحليل سيولة اي ان ار، يعمل تحليل صورة دم، ويعمل أشعة تلفزيونية على البطن والحوض. دي أقل حاجة. ليه؟ لأن معظم الناس ديت ممكن لا قدر الله يكون عنده نسبة تليف على الكبد، فبيكون دايما في عرضة اللي هو يحصل له حاجة اللي هي نسميها بؤر أو أورام على الكبد. فالأشعة التلفزيونية بتدينا دلالة بسيطة، بحيث لو في أي حاجة بنبدأ نعمل له أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد عشان نحدد الدنيا فيها إيه. ودي كانت معلومة سريعة لأهالينا اللي كانوا واخدين علاج فيروس سي ومطنشين موضوع المتابعة. وإن شاء الله أشوفكم في حلقات جاية كتير مع الدكتور خليفة مختار خليفة أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.